ليه مسلسل اشغال شقه جدا يعتبر واحد من احسن مسلسلات الكوميديا في 2025؟ اول حاجه التمثيل، تمثيل هشام ماجد يعتبر هو شايل المسلسل حرفيا، يعني لان هو عارف ازاي يعمل اسيستات لمصطفى غريب والاسماء جلال، عارف ازاي يقوم التيم اللي معاه كله والكرو اللي معاه كله ان هم يخليهم فعلا بيضحكوا ويخليهم حتى مختلفين عن كل الاعمال اللي عملوها قبل كده. من ناحيه ان هو بيعرف ازاي يفرش لهم الافيه، واسلوبه العفوي اصلا في اللي هو رمي الافيه ورمي الكلام يضحكك وهو بيتكلم بجد ووشه كله عادي جدا. فدي اصلا اسلوب يحيي اي ورق في ايده ان هو يعرف يخليه يبقى كوميدي. بجانب ان مصطفى غريب السنه دي عامل اداء طبعا ولا ميسي 2019 في الكوميديا، فاللي هو لا بجد يعني عامل اداء حلو قوي. وطبعا يعني بمناسبه ميسي، فالاسيستات بتاعت هشام ماجد لمصطفى غريب هي اسيستات ميسي برضه، اللي هو ازاي عرف ان هو كل شويه بيرمي له يفرش له عشان يقول الافيه بطريقه كويسه. حتى بيعمل كده برضه مع اسماء جلال. اسماء جلال ما عملتش حاجات كوميدي، بس انت ممكن تضحكك في المسلسل ده في حاجات بسيطه او لطيفه يعني، بس اللي هو كله من هشام ماجد. هتلاقيه كل حد بيمثل معاه هتلاقيه بيعليه، وهتلاقيه ازاي بيعرف يساعده ان هو يبقى قوي قصاده، يعني ما بيخلوش مثلا ان هو ايه تشتغل حرب الافيهات، انت تقول افيه وانا اقول افيه ونوقع المسلسل. لا، هو هشام ماجد بيقول لك بيسيبه ويديله مساحته على الاخر. الناس كلها معجبه اصلا السنه دي ازاي هشام ماجد اللي هو بطل المسلسل سايب مصطفى غريب ياخد المساحه دي كلها ويضحك الناس دي كلها. ده ذكاء من هشام ماجد ان هو عارف ازاي يخلي المسلسل ينجح بكل الطاقم اللي معاه، ان هو عارف ان مفيش واحد بينجح مسلسل، هو لازم كله يضحك زي بعضه وكله يبقى قوي زي بعضه. نيجي بقى الاخراج ونحل بالكتابه. الاخراج استاذ خالد دياب عامل يعني حاجه كده تخليك انك انت تبقى قاعد بتسقف من حلاوه ال الاخراج، وان هو ازاي بيعرف يحكي قصه كوميديه، ودي تفرق كتير قوي. المخرج شغلته ان هو يحكي القصه اللي كاتبها الكاتب. الصدفه بقى ان خالد دياب هو المخرج وهو المؤلف، هو استاذ شين دياب. فاللي هو دلوقتي بيبقى في ايده هو عارف بقى كاتب ايه وازاي يعرف يطلعها على الشاشه بشكل كوميدي. ما بيغيرش حاجه، ما بيغيرش حاجه في الشخصيات، ما بيغيرش حاجه في فكره المسلسل. فبالتالي لما بتطلع قدامك بتضحكك، غير التفاصيل الكوميديه بتضحك لوحدها. فتلاقي مثلا مدرسه مكتوب 5 مارس، ليه 5 مارس؟ يعني مفيش حاجه 5 مارس حصلت في البلد، يعني ليه المدرسه اسمها كده؟ فدي تفصيله بتضحك. تفصيله مثلا مصطفى غريب وهو في الغساله وبيلف مع اغنيه بنلف نلف لسميرة سعيد، دي تفصيله تضحك. الزوايا نفسها، الزاويه اللي خد منها التفصيله نفسها من جوه كانها من جوه الغساله ضحكتك، لان انت لو بتشوف من بره مش هتضحك قد ما هتشوف من جوه. هتلاقي برضو تفصيلة القرش وازاي اصلا حصلت وازاي اصطادوه وازاي مصطفى غريب بقى متعلق واترفع قبل ما القرش ياكله. انا شغلتها بالبطيء عشان اتاكد ان هي ما فيهاش غلطه، ممتازه ما فيهاش مشكله. في مسلسلات تانية يعني بيبقى فيها غلطات في حاجات ابسط من كده بكتير ومش جوهر المسلسل. يعني دي مش جوهر المسلسل. من مشهد القرش لو ما اتعملش مش هتحس بحاجه. في ناس تانية عندها مشاهد في جوهر المسلسل مش عاملينها حلو اخراجيا. فهنا بتشوف خالد دياب ازاي عارف يعمل صوره تخليك مرتاح وتخليك بتضحك وبتخدم الحاجه اللي مكتوبه. حد غيره او مخرج غيره كان ممكن ما يخدمش الكتابه زي ما خالد دياب خادمها، لان هو اللي كاتب. ودي بتبقى ميزه الكاتب والمخرج في نفس الوقت، في ان هو يطلع حاجه هو حاسس بيها 100%. لان دايما بتلاقي ان مثلا الكاتب كاتب حاجه وتلاقي المخرج عنده رؤيه تانية خالص. طب ما كنت الفتها انت. او العكس، يعني طالما انت خدت الورق خلاص اكتبه زي ما هو. لو كتبته بوجهه نظر المؤلف وانت اخرجته وحكيت بيه القصه هتلاقي الموضوع نجح قوي. فالحته دي دايما بيبقى فيها مشكله، بس مع خالد دياب بصراحه ممتازه. نيجي بقى لاهم سبب من اسباب نجاح المسلسل، الكتابه. اول حاجه في الكتابه هي تاسيس الشخصيات. هتلاقي الشخصيات متاسسه بامتياز، الشخصيات متاسسه كويس جدا، كويس جدا جدا جدا. ازاي بقى الشخصيه بتاسس كويس جدا؟ بيجيب انت عندك في الكتابه في مسلسلات الكوميدي بالذات بيبقى عندنا شخصيه عاديه جدا، السنتر اللي هي الشخصيه المركزيه، وحواليه الشخصيات اغلبها غريبه الاطوار، مجانين شويه، لاسعين شويه، عندهم صفه مجنونه شويه. فهتلاقي هنا بقى اللي في النص هشام ماجد ضد اسماء جلال، هو سلبي هي ايجابيه وطموحه زياده عن اللزوم فوق امكانياتها. يعني هي عايزه حاجات هي مش عندها الامكانيه بتاعتها. هما الاثنين ضد اللي حواليهم. اللي حواليهم اللي هو عربي ومديره في الشغل ووكيل النيابه وحماد هشام ماجد وحماد اسماء جلال والشغاله اللي بتيجي كل ايه حلقه او حلقتين. التضاد اللي ما بين الشخصيات المركزيه اللي هي اسماء جلال وهشام ماجد واللي ما بين بقيه الشخصيات هي اللي بتخلق كوميديا.
وتاسيسها صح. يعني هشام ماجد مثلا وعربي، مصطفى غريب، ايه بقى التضاد اللي ما بينهم؟ يعني مثلا عربي شخصيه ما عندوش ضمير، فهلاوي زياده عن اللزوم. هشام ماجد عنده ضمير قوي، مش فهلاوي خالص، بيحب كل حاجه يعملها بالورقه والقلم ويحسبها قوي ومقدم العلم عن كل حاجه. فتلاقي ان هنا الاثنين عكس بعض، ده هلهلي وده بالورقه والقلم ومنظم والماني زي هشام ماجد الشخصيه. فالتضاد دوت بيعمل مشاكل، بيوقعهم في مشاكل في الشغل، فمشاكل الشغل بتجيب كوميديا لان الاثنين عكس بعض. هتلاقي مثلا برضو التضاد اللي ما بين اسماء جلال وهادي، اسماء جلال وشيرين، هتلاقي في تضاد ما بينهم وبين شخصياتهم. هادي اللي هو المخرج. هتلاقي مثلا برضو التضاد اللي ما بين هشام ماجد واسماء جلال كانهم بقى الشخصيه المركزيه العاديه، والشغاله اللي بتيجي كل مره بحوار جديد بشكل جديد بطريقه جديده بتخليك تعمل لك مشكله في المسلسل. تمام. فبقى عندك خطوط للكوميديا مختلفه، خط بتاع الشغاله، خط بتاع الشغل، خط بتاع اسماء جلال وهي بتحاول تشتغل في حاجات فوق امكانياتها زي ما قلنا، اذا كانت ممثله او مذيعه او اي حاجه. ده تاسيس الشخصيات الصح. تاسيس الشخصيات في المسلسل الكوميدي، شخصيه اساسيه مركزيه عاديه جدا ما فيهاش مشاكل، حواليها ناس غريبي الاطوار مجانين. الشخصيات نفسها بقى لما المجانين دي عربي ايه بتأفور، يعني ما عندوش ضمير، ده عادي بس ما عندوش ضمير قوي. فهلاوي عادي بس فهلاوي قوي. المبالغه هنا، استخدموا المبالغه في الشخصيات دي حاجه اسمها كوميك فلتر. يعني الشخصيه بتدي له صفه بتأفور فيها فبتجيب كوميديا، لان هي شخصيه مثلا بتبقى تعتبر مش طبيعيه، يعني شخصيه مؤفوره. الحما مؤفوره لدرجه ان هي بتقعد مكان العروسه وبتسيب العروسه واقفه جنبيهم كانها العروسه اللي جايه تتصور معاهم. يعني شوف انت، دي المبالغه، دي المبالغه في الشخصيه، في فكره الشخصيه نفسها. فتاسيس الشخصيات هنا مبني صح قوي، مكتوب صح قوي، معمول صح قوي، واخد وقته قوي ومستوي قوي. فاللي بيحصل تحط اي موقف على الشخصيات دي هيضحك الناس. مش اي موقف اي موقف بس، برضه ما هي الشخصيات اللي كتبت الناس اللي كتبت الشخصيات دي هي تعرف تحط مواقف تناسب الشخصيات دي وتضحك. لان هو بيحطش موقف وخلاص، هو بيحط موقف يهاجم سلام هشام ماجد، سلام الشخصيه بتاعت هشام ماجد، سلام الشخصيه بتاعت اسماء جلال. السلام ده اللي هو ايه؟ السلام الشخصيه ان الشخصيه دي الحاجه اللي هتنكشه، هنكشك بيها، تنكش الحته اللي هي الضمير بتاعت هشام ماجد. هتلاقي كل المشاكل اللي جابها له العربي حاجات ليها علاقه بضميره. قتلوا قرش فلازم يتستروا عليه لا اما يحصل لهم مشكله. لخبطوا البتاع بتاعت الدي ان ايه فحصلت مشكله، فممكن هو يتاذي بسببها او عربي يتاذي بسببها، فبرضه يحصل مشكله. هشام ماجد شخصيته سلبي في المسلسل ده قصاد عربي وقصاد مراته وقصاد امه. هتلاقي الشخصيات التانية كلها هي اللي بتاخد الاكشن، هو دايما رد الفعل. اسماء جلال بتجيب شغاله قدام الامر الواقع طلعت مجنونه بقى، طلعت حراميه، طلعت اي حاجه. نفس الكلام عربي يوقعه في مشكله ويلا شيل، وما تقدرش تعمل حاجه غير انك انت تحل له المشكله. مع مامته اللي هي تعمله اللي بتقوله هو بيسكت ما بيقدرش يتكلم. فالشخصيات لو مش متأسسة صح مش هتلاقي كل خطوط الكوميديا دي، هتلاقي الشخصية ما بين كل شخصية وشخصية كذا خط، تضاد ما بين ده وده 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 وده. فكل ده في الاخر خالص يجيب لك ايه؟ يجيب لك مواقف كتير كوميدية تقدر تحطها وتضحك، لان انت مؤسس شخصيات كوميديا صح. دي مشكلة كبيرة، اعمال كتير ما بتعملهاش. لما بيشتغلوا على الشخصيه مثلا، الشخصيه مثلا يعني خلي فيها صفه كوميديه والشخصيه الثانيه صفه كوميديه بس ما فيش ما بينهم تضاد. التضاد ده هو اللي جايب الكوميديا، هو اللي جايب المواقف، هو اللي جايب الاستمراريه. تعرف تعمل من اشغال شقه ده، تعرف تعمل منه 10 سيزونات وهيضحكك وهيعجبك، وكل مره هي انت اللي هتغيره ايه؟ مواقف مختلفه. وهتعمل ايه؟ مش هتخلي الشخصيات تتغير، هتفضل زي ما هي. ليه؟ لان دايما مسلسلات الكوميدي بتبدا على ما انتهت عليه، لو حصل تغير بيبقى بالراحه. تعالى ناخد مثل عشان تفهمني اكتر. مسلسل ذا اوفيس. مسلسل ذا اوفيس مين البطل بتاعه؟ لا مش مايكل سكوت، البطل بتاعه جيم وبام. ليه بقى دولت؟ لان دول الشخصيات العاديه. الشخصيات المركزيه في المسلسل الكوميدي لازم تبقى عاديه. الشخصيات اللي هي غريبه الاطوار دي اللي حواليهم زي مايكل سكوت، زي دوايت، زي انجيلا، زي كيفن. دي الشخصيات الايه؟ المجنونه اللي حواليهم. المواقف اللي ما بينهم، وهتلاقي بقى تضاد ما بين دوايت ومايكل سكوت، ومايكل سكوت وجيم، وجيم وبام، وبام ودوايت، وبام ومايكل سكوت. وهتلاقي خطوط ما بين كل الشخصيات وبعضها، بس الشخصيات المركزيه زي ما قلنا الشخصيات اللي هي بتبقى شخصيات عاديه. بدليل ان مايكل سكوت لما مشي من المسلسل، المسلسل كمل عادي. مش بنفس القوه لان مفيش حد زي مايكل سكوت بصراحه، بس المسلسل كمل عادي لان مش هو المركز بتاع القصه، اللي مش الشخصيه العاديه. فهتلاقي هنا المسلسل برضو اتاسس بنفس الطريقه، هتلاقي كل المسلسلات الكوميدي اتاسست بنفس الطريقه دي.
شخصيه مركزيه عاديه، حواليه شخصيات غريبه الاطوار، تضاد ما بين كل الشخصيات وبعضها، تحط موقف يجيب ضحك. معادله سهله محدش بيعمل بيها ما تفهمش ليه، بس معادله سهله كل مره بيعمل بيها. مسلسلات السيت كوم كلها بتعمل كده، هتلاقي فريندز كده، هتلاقي كده، بروكلين 99 كده، ذا اوفيس كده. اي مسلسل كوميدي قول لي اسمه دلوقتي وهقول لك اتعمل ازاي واتكتب ازاي والشخصيه اتعملت ازاي. مفيش مسلسل هتلاقيه مجلي عن الطريقه دي. الفرق ان انت هنا عرفت ازاي. هنا يعني المسلسل بتاع اشغال شقه اتعمل بالطريقه ديت واتعمل صح واتعمل حلو. المسلسلات الكوميديه التانيه في مصر بتتعمل بالصدفه، الشخصيه فيها صفه، الشخصيه التانيه ما فيهاش صفه عكسها، فما تجيبش كوميديا. تحط موقف عايز تملاه افيهات، ما تملاهوش حاجه من الشخصيات. مش بتلعب على سلام الشخصيه نفسها، الحاجه اللي هتنكش بيها الشخصيه، ما بتعملش كده، فما بتجيبش ضحك. انت مش فاهم اصلا الاستراكشر الكوميدي عامل ازاي. ولو فاهمه والكاتب فاهمه كويس وكتبه، تلاقي المخرج راح مغير، او الممثل قال لك انا عايز اقول افيه هنا، الافيه عشان يضحك لحظتين دقيقتين الناس بس، خلاص كده بوظ الشخصيه كلها، عمل حاجه عكس ما الشخصيه المفروض تعمل. يعني مثلا تخيل انت هشام ماجد عمل حاجه ايجابيه في المسلسل، او تلاقيه ان هو بايع ضميره، هو كده بوظ المسلسل. بس هشام ماجد ما عملش كده عشان هو اذكى من كده، مش هيبوظ المسلسل. وخالد دياب برضه عشان المؤلف والمخرج، لو حد حب يقول افيه يبوظ شغله مش هيخليه يقوله، هيقول له لا، هيبوظ الشخصيه ويقنعه. ليه؟ لان هو اللي كاتبها، هو فاهم هو بيعمل ايه. الفكره انك تبقى فاهم بتعمل ايه وتنفذ اللي انت عارفه. تاني حاجه بعد كتابه الشخصيات استخدموها عشان يبقى في كوميديا في المسلسل، هي ادوات الكوميديا، واهم اداه هي المبالغه. ايه اللي تستخدم المبالغه ازاي؟ المبالغه دي مثلا شغاله بتاكل، بس هو بالغ في الموضوع، ما خلاش بتاكل عادي، خلاها بتاكل كتير قوي. واحده خانت جوزها وعايزه تثبت نسب ابنها، خانت مع جوزها مع واحد ولا اتنين؟ لا، مع حاجه و60 واحد. انت فاهم المبالغه في ايه؟ بغض النظر متفق او مختلف بقى، احنا بنتكلم الحاجه مكتوبه ازاي يعني، عشان بس تبقى انت فاهمني. عشان هلاقي ناس تقول لك انت ليه موافق على كده او مش موافق. احنا دي حاجه كوميديه، حد ممكن يكتبها، حد انا ممكن ما اكتبهاش، مش بتفرق، مش هي دي المشكله. المشكله ان احنا بنقول دلوقتي المبالغه حصلت ازاي. هتلاقي مثلا دكتور عبد السلام ده بيحب عالم البحار وبيحب الاسماك وبيحب القرش الاشول. طيب يا سيدي عامل فيها مثلا بتاع القبطان بتاع موبي ديك. ماشي، انت بتحب هم بالغوا بقى في الشخصيه ان هو بيحبهم قوي ويتاكلوا بطريقه معينه، لو اكلت بطريقه عكس كده يبقى انت ما عندكش ضمير وقلبك ميت وممكن تعمل اي حاجه. فهو لدرجه يعني بالغوا في شخصيته لدرجه ان هو اتشل ومات بسبب ان القرش مات. انت متخيل هو مبالغين لدرجه ايه؟ انت هتقول دي مبالغه قوي، بس هي دي الضحك بيجي من هنا، من المبالغه. بالغ في صفات شخصيه، بالغ في موقف، بالغ في طريقه. المبالغه دي هي دي اداه من ادوات الكوميديا اللي هم استخدموها ومستخدمينها في ثلاث ارباع المسلسل في مواقف كتير، ان هي عشان تجيب ضحك للناس. برضو من الادوات اللي استخدموها اداه عكس التوقع، دي اداه برضو في الكوميديا اللي انت بتبقى متوقع حاجه بتلاقي حاجه عكسها. فواحده داخله بتتعرف في عربي تقول له مدينه من نيجيريا، لا ابيجان. قالت له لا مدينه من نيجيريا انا اسمي كده، قال لا خلاص عربي من كرداس اللي هو ايه، انت مش متوقع ان ده يبقى الرد، هو عكس توقعك. في كل حاجه بقى هتلاقي فيها عكس توقع، في مواقف كتير قوي في المسلسل ده هتلاقي فيه عكس، تبقى انت متوقع حاجه ويعكسها. عكس التوقع دوت يجيب لك يخليك تضحك، ده جزء من الكوميديا. هي دي طريقه الكوميديا اصلا، ان انا اعكس اللي انت كنت متوقعه. فكتابه المسلسل ناجحه جدا بسبب كتابه الشخصيات وتاسيسها صح، كتابه المواقف صح، استخدام ادوات الكوميديا صح في مكانها الصح. خلق كوميديا كتير، خلق كوميديا موقف، مش كوميديا افيهات، مش حرب افيهات. بالعكس في افيهات، بس افيهات كلها في مكانها، افيهات كلها في موقفها. يعني هم ممكن يكون الافيهات اتكتبت من مصطفى غريب عشان هو بيكتب، وهشام ماجد برضو بيكتب غير الاستاذ خالد دياب وشيرين دياب، ممكن يزودوا افيهات بس يزودها في خلال الموقف، من طريق من شكل الموقف ومن خلال الشخصيه، ما يقدرش يقول افيه بره الشخصيه. دي حاجات دي بتبوظ الكوميديا. انت ممكن حاجه تبقى انت بتشوف ان هي مسلسل كوميدي وتلاقيه باظ ليه؟ بسبب ان الناس ما التزمتش بالشخصيه، ما التزمتش بالموقف. الافيه او عايز يرمي الافيه، ماشي يا عم ارمي الافيه اتفضل، بوظ المسلسل كله عشان افيه واحد. بوظ الشخصيه واسلوبها وتاسيسها عشان انت عايز تضحك الناس 5 دقايق، وتبوظ المسلسل 30 حلقه. الناس بتبقى شايفه اللقطه بس، مش شايف الموضوع ككل، مش شايف الحكايه ككل. اللي بيبقى شايف كده المخرج بقى مفترض ان هو يبقى فاهم الحاجات دي اكتر من اي حد، بس بتلاقي ناس بتعرف تعمله كويس زي استاذ خالد دياب، وناس تانية ممكن يجلي منها زي ناس تانية كتير بدون ذكر اسماء يعني. لا مش هقول اسم، مش هعمل مش هعمل كده. انا بقى بشرح باستفاضه موضوع ان الحاجه اتكتبت ازاي عشان احنا نتعلم. انا لما اتفرج على اي حاجه ناجحه لازم اقعد اتفرج هي نجحت ليه،
احللها حاجه حاجه، اشوف المسلسل ده نجح ليه، عجب الناس ليه. طب لما عجب الناس عشان كذا وكذا وكذا، كوميدي. طب كوميدي ايه؟ كوميدي موقف. طب كوميدي موقف اتاسس ازاي؟ الشخصيات، تعال نبص على الشخصيات. الشخصيات اتاسست كذا وكذا وكذا وكذا. في تضاد ما بين ده وده وده ده وده 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 وده. طب الكوميديا الادوات اللي استخدموها ايه؟ مبالغه، في مبالغه في دي، تمام، وفي دي، وفي عكس توقع هنا، وفي هنا استخدموا مش عارف ايه. انا لما اقعد اذاكر لنفسي كده واقعد افهم كده، وبعدين باجي بشرح لك، فالمعلومه بتثبت عندي زياده وانت بتعرفها. فالناس بتحلل الحاجه نجحت ازاي، عشان أنا لما اجي اكتب زيها. فانت ما تبقاش انت تايه مثلا وتقول انا عندي فكره كوميديه بس مش عارف انفذها ازاي. نفذها كده. اعمل شخصيات كويسه، اسسها كويس، خلي في تضاد ما بينهم، اعمل مواقف وبالغ في المواقف، وبالغ في الصفات بتاعت الشخصيات اللي هي المش مركزيه، اللي هي اللي حوالين الشخصيه العاديه. وهتلاقي انك انت مع الوقت بتعرف تجيب مواقف تضحك، تحط اي موقف فيهم يضحك. ما تبقاش حرب افيه، حرب موقف. اشتغل على الموقف، خلي الموقف هو اللي يضحك. الكلام اللي بيضحك نفسه الحوار هيجي لوحده. الناس ذكيه، الناس لما تشوف موقف فعلا وتشوف حاجه معموله صح. ده الاستراكشر اللي ماشي عليه كل المسلسلات الاجنبيه الكويسه الكوميديه. لو مشيت عليه صح هتلاقي نفسك في الاخر معاك حاجه قويه مكتوبه. ده رايي، ده اسباب نجاح مسلسل اشغال شقه. شوف انت سبب نجاحه في وجهه نظرك ايه، لو انت عندك حاجه غير اللي عندي او ليك راي غير اللي انا قلته. انا شرحت بالتفصيل الممل قوي ليه نجح، ليه الكوميديا ناجحه، ازاي عملوها، بحيث انك انت تبقى ملم بالموضوع، وفي نفس الوقت عندك فكره. لو انت راجل متخصص في الكتابه فتبقى عرفت ازاي ممكن تعرف تكتب، تبقى عرفت ازاي ممكن تكتب حاجه كوميديه. ولو مش متخصص اديك تبقى عرفت كده. انا عملت زي الساحر اللي بيكشف خدع لعبه معينه، بوريك ازاي اتعملت، بفكها لك كده واحده واحده، اقول لك الشخصيات اهي، القصه اهي، الكتابه اهي، الافيهات اتعملت ازاي، الادوات المبالغه اتعملت ازاي، بحيث ان انت في الاخر خالص بقيت فاهم الحاجه اتعملت ازاي، انك انت بقيت مستمتع بطريقتها. وتقدر بعد كده تتفرج على اي مسلسل انت بنفسك تعرف تحلله، وازاي هتعرف تقول الشخصيه دي مكتوبه حلو، الشخصيه دي مكتوبه وحش. هتبقى بينك وبين نفسك فاهم الحاجه معموله ازاي. وبس كده يا سيدي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وتابعني، عشان هتلاقي فيديوهات كتير عن حاجات ممكن اطلع احللها، او ادوات في الكتابه، خصوصا الكتابه الكوميديه هطلع اتكلم معاكم فيها الفتره الجايه. ازاي تقدر تستخدمها، ازاي تقدر تكتب حاجه كوميديه، اذا كان سكتش او ازاي مسلسل او اي حاجه انت حاببها. وبس كده يا سيدي. سلام.